مشاهدينا الكرام، خارج حدود الزمان والمكان ما خلفي تماما منطقة اسمها المنطقة الحمراء أو قرية الحمراء، والموضوع الذي جئنا من أجله هو ممنوع من العرض وخط أحمر. ربما أعطيكم تفاصيل كثيرة. بين يوم وليلة أصبحت سميرة البنت الريفية ذات 27 عاما تختلف جملة وتفصيلا عما كانت عليه، فلم تعد تريد الحياة السوداء التي كانت ترتديها، ولم تعد تريد محبس البيت والغرفة. ومن هنا بدأت الحكاية. طيلة ليل كامل وأنا أضرب أخماسا بأسداس من أين أبدأ الحكاية، وهل يجوز لي أن أقتحم الحياة الأسرية والخاصة لهؤلاء الناس الذين لم يفزعهم الخبر ولم تزعجهم الحكاية التي غيرت مجرى الحياة والتاريخ بل والقرية والمحيط الكبير والمجتمع بأسره. أهلا وسهلا. ما دريت ايش ما في الحمراء؟ ماشي. ما دريت ايش ما في الحمراء؟ ما هو ما في الحمراء. هذاك هو الانثى. أي مالهم؟ ما لهم يا أخي، هذا مخلوق الحياة القيوم. كانوا من نسوان وبعدها ما رجعوا. كانوا نسوان. كان أيوة. ما كانوا نسوان، لا كانوا لا نسوان ولا رجال. مشاهدينا الكرام، أنا في الحقيقة أخجل أنه أطلعكم على كثير من التفاصيل، لكن سنلتقي مباشرة إلى قرية اسمها الحمراء ونجري. دحين واحد اسمه تامر، مدري عامر، واحد سامر، واحد عامر. ايوه عن التفاصيل كلها. دحين ما شربتونا ولا شيء رحنا. والله لا نسقيهم ولا اسقوهم. حملت معدات العمل، يرافقني عبد الرحمن، يجمع كل حكاية في الطريق جمعتنا إلى هذه الأسرة والقرية، تفاصيل أشبه بالخيال مع الناس والمارة والمعاريف. هي سلمي علي يا والد. دحين بنحس ولا غير 3 ولا 4 ولا كمان. وين الرابعة؟ هذا خلق الحمر راح من خلقني الباري من شو صاد؟ أنت مبروك من الله. أيوة، وقضى بيعيرني قال أن الثانية الباري ناقصة. من الذي قال لك هكذا؟ ديها. ما هو ليش؟ ما هو ليش قلت أنا يا ولدي خلق من عند الحمر راح. لا إله إلا الله، سبحان الله العظيم. والله في 4 بس. أيوة. هذا عاد يا أستاذ محمد. أيوة. سمع. دحين أنت داير عن سيرة وماشي. العسير والحمراء. لا ما بي في الحمراء. ما بي في الحمراء. اصبروا. يربى وسامر وعامر. نفس سامر كان اسمه. أنا السمير سموها سامر وعامر. وعامر ما كان اسمه. كان اسمه غرسة. أسألش بالله، أنت حضرتي في عرسهم موجودين؟ قد نحن ويفوق الكرسي. أنا عند الله عندك. يا دي النوى الفعلة. وكيف القصة؟ كنا رقدنا في مكان وبعدها قلنا هو رجال ما نقدر قلت عندها. كيف رجال؟ ما قلت رجال كان عدو مره. كان بحكاية. أيوة. بعدها جت رقد وهم بكرسي هناك اسمع. أيوة. كان بكرسي في زوات المستدرك، قلت ما انا قد المكان هذا زحمة خري مني ارقد وحدي. أيوة. وخرجت ترقد عندي. أيوة. في المستدرك عاد ما انا اقدر ارقد عند عمتي قدي، قلت على عيني وراسي. ها؟ إنه كنت تحسين إن هي رجال ولا لا؟ حرام إني كان حسبه. أنت داريني بنتي وقفت في الولد بني كمبرة شكا عند رجلها وبنتي معصبها نكس أميرة. ما صدق. والله العظيم. إنه كان معاه شعر ولا ما بش؟ ما بش. شعر لها أنا. دوسان. يعوى عليك. أين أنت وين والكنشليات؟ أنا عند الله عندك. هذا أميرة. وين أنت ساكنة؟ ما جابش لها أنا. ودا بيتي هنا يها. قريب. عمرتني. أيوة. أنا عمرتني وجيت جريت لي علاقتني عند البنت أسير فيها. الله يوفي سهل لك يا أمه ويبارك لك. آمين وأنت الله. نعم سيدي، احنا أمشينا على طيلة. وين عسير دحين؟ عسير الحمراء. يلا. ما معاكم بالحمد. يلا مع السلامة. مع السلامة، الله يفتح عليك. أحاديث أخذتنا ومسارات حتى بان لنا المنظر من بعيد. سيارات وأناس كثيرون تجمعوا وكأنهم يريدون أن يحدثون بما صار عن سميرة وعن غرسة اللاتي ألهبن الناس في هذه القرية استغرابا. الآن إلى منطقة اسمها الحمراء، وهذه هي إحدى القرى في همدان، ومنطقة محترمة وناس راقيين وناس على قدر كبير من الوعي والفهم والإدراك. فقط أنا جيت من أجل عامر وسامر. أنا جيت مشاهدينا الكرام من أجل عامر وسامر. أين عامر وسامر؟ أينهم؟ حنسلم لحظة. أمان جابرني يا ولد، كيف قعدت القصة من أولها لآخرها؟ ما جابرك، ما أقول لك، كان قدرة الله. قدرة الله. هو عايز جابرك هو من راسه. تمام قل لي حتى ولو شوية من التفاصيل. التفاصيل إنه خلقهم الله هكذا، كانوا
يعني مش مخفي. اي مخفيين ايوه. وبعدين اكتشفوا انهم طيب بالله عليكم انتم عندما كنتوا تعاملوهم هل كنتوا تحسوا بان فيهم اثر رجوله ولا ماشي؟ رجوله من الالف للياء. يعني من البدايه كان كلامهم رجال واشناب وكل شيء، لكنهم وسيرتهم 25 سنه وما عاد مصغرها والكل. لكن ما حد شمات لوالهم. ما عشت لو انما ما عشت لوالهم لانه بالمغمق ومصمت من البدايه. ما ششفي ما ده ايوه شرشف وشعر طويل وذا وكل شيء. كل شيء جاهز. قالوا ابنكم يا ولد انه صار يخطبوا ولا صار يخطب واحد منهم؟ لا لما خطبه كان يخطبوا لكن لو حد حكمنا خطبه لا ايوه عاد يزعلوا. اخوي يمدخ مشي اسالك بالله والله ان اخوي ما يهرب له هربه خاطبي ولا قال يصير يخطب له ايوه هو الكل. ايوه ما قدرت انا هذا فيهم انهم محسن بالرجول فيهم. ايوه صح. انه لهم مشون هم محسن بالرجول. حاسين لكن احنا محتاجين قضوا عمر ما هم الله قضوا عمر يعني 25 سنه 25 سنه وحياتهم كلها. لكن انا الذي يجنني اذا كانوا يسيروا مع النسوان في الصالح. حي الله وجه. لحظه ايوه كان يصيروا الصالات يعني في كل الاعراس حتى الصالة كان صالت في صنعاء في همدن كامل يعني. ايوه في همدن كامل. طيب صلينا على رسول الله. تقولوا عاد بحاله شبيهه في هذه المنطقه ولا هم بس حال نادره؟ ما عبش واحد بتحاكى رجال. ما عاد يركنون ما عبش. الله على الله. عنجي التفاصيل مشاهدينا الكرام، ربما اطلعكم على كثير من التفاصيل، ربما اصل بكم الى حقيقه هذه الظاهره العلميه التي دراسه والى طب والى كثير من الابحاث. انا متاكد بانه العمليه اجريت في القاهره والبدايه كانت هنا في احد مستشفيات صنعاء، ومن ثم تم تكوين بعثه تقريبا طبيه تنزل الى هذا المكان لمعرفه كثير من التفاصيل. ولماذا هذه الحاله النادره؟ هي تقريبا هم اقرباء. ايوه اقرباء. هي طبعا يبدو انها حاله وراثيه. انتقل بحضراتكم الى عامر وسامر، وقبل ما كان اسمهم اول ما كان سمير ومن حي الله بغرسه واهلا وسهلا. وين انت يا غرسه؟ يلا انتقل يلا. هذه هي القرية التي جمعت الحكاية بعمرها الطويل، وهذه الوجوه مجتمعة شهدت تفاصيل سميرة التي عاشت بين أخواتها وبنات قريتها من دون أدنى شك أن يتحول الزمن إلى نهاية قطعت معها كل رغبة في الانتماء إلى ماض كان الجحيم بعينه. ومن هنا كان الواقع الجديد يرسم الغرابة ذاتها على كل من سمع ورأى هذه الأسرة. إذا مباشرة مشاهدينا الكرام ننتقل. هذه المنطقة التي عاش فيها هؤلاء الاثنان على أنهم مرأة، لكن الله سبحانه وتعالى أراد لهم بأن يكونوا شيئا آخر، وربما تفاصيل أكثر نطلعكم عليها. شيء عندك تفاصيل ولا شيء على الموضوع هذا يا أخي؟ والله ما مش عندي. أهلا وسهلا. شيخ فايز وداها جروب اسكي يا شيخ فايز يا أخي. أنا متأكد أن التفاصيل بدايتها قبل 20 سنة، لكن هل كنتم تعرفوا قبل هذا الموعد أو قبل هذا الوقت أنه هؤلاء ما كانش نعرف يعني. كانوا يحسبون نفوسهم نساء. كانوا يحسبون نفوسهم نساء. نساء قدام 20 سنة. وأنتم كنتوا تعاملون مع هذا الأساس يعني؟ مع هذا الأساس 20 سنة. وما هو الذي خلاكم تحسوا أنه هم يعني يحسبون نفوسهم. قالوا ضاقوا في البيت عشان غير يشكوا مع أهلهم. قالوا نقوم فعلنا فحص. فعلوا فحص. قالوا ما الدكتور يعني رجال في الميمي. وين فحصوا عليهم في أي مستشفى؟ هنا في صنعاء. في صنعاء. أول ما فعلوا فحوصات قالوا لهم أنه هلا عندهم الذكورة عندهم 60%. أيوة 60%. وهم كانوا يدخلوا مطبخ ولا كانوا يفعلوا عمل؟ كانوا يشتغلوا ويخبزوا في البيت ويسفروا كل شيء. لكن أنا متأكد أنه في العريسات بين النسوان. متأكد أنه إذا كان فعلوا فول ولا فعلوا بازاليا كان يزيدوا الملح. أيوة الملح. أيوة ضابحين. والخبز كان يفعلوا ملوج كبير. خبز وفعلوا حلبة ويزيدوا في العريسات ويسفروا كل شيء. بنت الصحن يعني ما توقعهاش. لكن ما احنا جازم لهم يقوموا يخبزوه. أنا عند الله ما نفعل. ما لهم رجال. الآن قدم أخوتنا ما عاد نقول لهمش نساء. الحين تعرفوا رجال. ما حش فكر منكم يخطبوا ولا شيء. أمانة يا أخي. أمانة خطبتوا. حياك الله. أمانة خطبتوا. كان قد نقول لاخوتنا عايزين نخطب. بعدها طلعت الجبت تكم رجم الرجم وسقطت الطريق قالت لك ولا بطلنا وهي ما عرفنا. خلاص.
من خطبته من؟ سامر سميرة. سمير اي سمير. الحين قدوا سامر ما عاد السمير. أهلا وسهلا بكم يا أهل الحمراء فوق العين وفوق الرأس. مشاهدينا الكرام، أنا الآن أمام هذا الحشد الكبير، هم جاءوا محترمين لنا ومحترمين للإعلام لدوره في خدمة كل الناس بدون استثناء. اليوم خرجنا ربما في حالة استثنائية من الحالات. الأخ سامر موجود في هذا المنزل، وأخ الكريم هو الذي ذهب به مباشرة إلى القاهرة، وكانت رحلة طويلة استمرت يمكن شهر ما. شهر. دحين أنت يا أخي؟ أنت أخوه شيخ عبد الكريم صبر. حي الله رجع الكريم، واهلا وسهلا بك يا اخي. طلبوا منك تسافر معهم ولا سافرت بهم انت ولا كيف؟ بالله طلبوا مننا وسافرنا وقالوا لنا بحالتهم. عرضتهم هنا في مستشفى قالوا لكم 40% ما ولا 60%؟ انا قالوا 40% 50%. يعني انثى و50% الذكر. ايوه ما قالوا لنا، قالوا لنا نجاح العمليه هنا كان مستمر، قال احنا حاكينا نفوسنا. قد القاهره احسن يعني. القاهره احسن من العلشان. ايوه وصرتوا القاهره وكم جلستوا فيها شهر؟ وقمرنا فيها شهر. اول ما ابصرهم الطبيب ما قال لكم هل في بوادر يعني؟ ولا فيهم بوادر، فيهم جميع أوصاف الذكور. أيوة كل المواصفات. كل المواصفات فيهم. وليش تأخرتوا عليهم طيب يا أخي 25 سنة 30 سنة؟ والله هذا يرجع إلى أهلهم. طيب أنا لو سمحتوا يا أخواني أستمعكم العذر، لو تكرمتوا أنتم كلكم فوق العين وفوق الرأس، خلوني بس أعمل 10 دقائق مع حوار داخل في البيت جدا مهمة عن حياة سامر، عن حياة سميرة قبل، وعن حياة سامر اليوم. لأنه كم لما وصلوا من القاهرة؟ قد له 3 أيام. وبتخزنوا عنده كلكم ما 4 قرى. وعندما توصلوا تقول السلام يا وجي، ما يقول اقرب بسلم عليك. اوه بسلم عليك. يلا. جاءت إلينا سميرة من غير انتظار، فهي تقول لقد سئمت الماضي وها أنا أعيش بينكم، فلماذا ظلمتموني 27 عاما من غير استشارة ولا رؤية ولا بصيرة. وكان هذا هو أول حوار تجريه أول قناة معها بعد عودة الرحلة من مصر التي استغرقت 2 شهرين كاملين وعادت بوجه آخر. حي الله من جاء عمه واهلا وسهلا. فوق راسي يا عمي. الله يبارك فيك ويدي لك العافيه. الله يرضى عليك ويطول عمرك. الله يبارك. انا بنت العمد محمد يحيى ناشل، وهذا ابوها العمد احمد السودي. الله يحفظكم يا عمه. والعمه يحيى السودي، وهذا ابني ابن محمد العمد محمد يحيى انا. بعيني وراسي يا عم، احنا عن نتكلم عشان لا قصيريش. احنا شقه. ايوه احنا ندردش معش داخل. ايوه وعن ندخل ندردش مع سامر داخل بعد من الناس ولا كله، وبعدين نخرج. عبد الرحمن يلا. مشاهدينا الكرام، أنا الآن في المنزل اطمأنيت. أنا متأكد بأنه في نسبة كبيرة من الإخوة والأخوات الموجودين في قرية الحمراء ربما يريدون أن يطلعوا على كثير من التفاصيل في هذا الحوار الذي سأجريه مع الأخ سامر. سامر والله أنا ما أدري كيف أبدأ معك وكيف أختم، لكن أنت حدثني بصراحة كيف كنت تعيش أول شيء قبل ما تكون رجل. يعني أنت عشت فترة طويلة، كم 20 سنة أو 25 سنة؟ 27 28 28 سنة. أيوه. كيف عشت يا سامر؟ كيف كانت ظروفك؟ هل كنت تحس انه انت انسان ثاني غير؟ كان احس ان انا منو انك رجل. ايوه كان احس ان احيانا اصير لا شيء رجل ولا حاجه، اصير جاي اتحاكى معه ولا شيء. ايوه كان عندك جرأة اكثر من ايوه اكثر من اي مرة. أيوة. طيب و27 سنة ما حسيتش بأي مضاعفات بأي شيء بأي شكل بكذا؟ لا كان احس. كنت تحس بأشياء كثيرة. وليش ما كنت تصارح الوالد ولا الوالدة؟ ظروف. يعني ظروف، ما كنت جزم تتكلموا ولا شيء؟ لا حسنا من مرة ما كان بش وسيلة. طيب كيف لما اجت يعني الآن قبل شهر من الآن ما هو الذي حصل؟ صرت يعني المستشفى ولا كيف؟ عمر معي. أيوة. يعني تشجعنا وصرنا. صرت المستشفى. أيوة. ما قالوا لكم المستشفى؟ المستشفى قالوا رجال. كم نسبة الرجولة كم قالوا عندكم يعني؟ نسبتها ما قلتش لكم نسبة 50% 70% 60%؟ ما قلت حاجة. ما تكلموش. طيب وصلتوا القاهرة ما هو اللي حصل في القاهرة؟ على طول عمليات على طول. عمليات. طيب يعني عندنا فحوصات. أيوة. مستشفيات خيرات. ايوه عندنا فحوصات من مستشفيات خيرات لكن رجعنا لان قال لنا دكتور مصري من هنا. ايوه محمد ابو الوفاء. اوصاكم انكم تروحوا القاهره يعني. مستشفى مع قصر العين. ايوه في قصر العين. ايوه صرنا لهناك وصرنا لعند الدكتور هذا اللي من فرنسا. سطربنا عند الدكتور نبيل الدسوقي اللي بيجي لهنا. ايوه نبيل الدسوقي اللي بيجي هذا خبير انا وصلنا لعندك العمليات على طول. على طول. ايوه
دحين انت قادر تتزوج يا سامر؟ الحين ما قال لك الطبيب؟ قال لك قادر؟ ضل على ضل. ايوه يعني تمام، مساله وقت يعني. ايوه ما دحين والله ما سيلب بعد اقول لك مر منها انا ضروري يا لك. كم ينسون ما. طيب يا سامر كلمني بصراحه يا اخي، ما ادري انت عشت حياه كثير ملؤها نساء وحياتها النساء هل كنت تدخل مطبخ انت؟ كنت تصلح شيء ولا شيء؟ ولا ما كنت تقدر؟ ما تطبخ انت وهي. امانه صدق. والله يعني كنت تدخل مطبخ؟ ايوه بس انا ما اطبخ الا انا. امانه صدق. والله. طيب والدتك عادي موجوده؟ هيدا اميها. اين هي والدتك؟ هيدا كان. السلام عليكم يا عمه. امانه جنبي انا جنبي يا عمه. لا شك مشاهدي الكرام بانه انا متاكد كانت الام هي اكثر واحده تشفق على هذا الولد قبل ان يتحول الى رجل، يعني كانت الام اكثر درايه به. يا امي اسالك بالله، هل راودك في نفسك في يوم من الايام انه ولد ما هوش بنت؟ انا كان بين اخواتنا غير داري كيف؟ عش بين اخواتها هكذا لما مرض والكل ودخل. ما مشى عمه عاش بين اخواتها، اقصد هو كانت مرأة امه. كان يسع خواتي. ما كان عندك اي مشكله؟ ولا اي مشكله ولا انا داري. ولا كان تحسين انه في شرق ولا ذا ولا اي حاجه، ما كانش معنا دي 4 ساعة خواتي. من الحين خلقت. انا اقصد ما كان يفعل فول، كان يزيد الملح ولا يزيد الذا ولا كان ولا كان يزيد التحليه ولا شيء. ايوه هذا عاش بين خواتي ساعة ما خواتي كان والكل. ايوه وابو والكل لو ما ذا الحين مرض والكل ودخل يدعاين والنور رجل والنور رجع. كيف القصه يا عمه؟ ما ادري يا من هذا مشيئة الله ما. ما ادري يا ما. اصبري يا عم ذا حاسبش انا امام الله سبحانه وتعالى اقول لك انت كنت قاسي عليها ولا كنتيها؟ لا شي كذي شقت علي لا ذا الحين. امانه صدق. ما حد شي خبزت وعجنت وعلفت وحطبت لي كلها ما ذا الحين. ما بش عاجب. خبزت وعجن. ايوه انه كان يصير يحطب وكل. وانا ذكاء كم من الحزمه. ما أدري أنا كان عشنا كذا ما أدري أنا إنه ما كان شيء عدو غير من ذي الحين أحس الوجع. أيوة حيطتك يا عم حجري أنا في ذلك حجري فراح. أنا ما استرجع. أمان صدق. والله ما قد حجرت قد ذا جهالي. استسقي حجري يسمعونا حجري أيوة. الحين هؤلاء عم بفرحان بالبنت اللي بترجع ولد. عماته هؤلاء. عماته أيوة. عماته. طيب يا عم أسألك بالله عندما كنت تسيري عرس ولا شيء كنت بتزم معش؟ هي ما رهش. كان يصير على نفسه. كان يصير على نفسه أيوة. كان يصير على نفسه ما كانش أسوقها له. لا هنا يا عمي ذيك الكاميرا يا عم كان يصير على نفسه. ها. إنه كان بعرس خيرات ولا ها؟ حق الله ما عرس. المحل كامل. أنا عند الله عندك يا عم. والأرض المحلات كلها ما كانت تخليش حتى ولا صالف في صنعاء ولا كلبي. أنا غير داري. ايوه ذا الحين يا عم ذا الحين من عشاء يخبز لك ما رايك؟ ها؟ من عشاء يخبز لك؟ من والله إذا عطي لمرة لازم ما تختاروا لمره باذن الله. اختار هو الكل. طيب ارجع لسامر مشاهدينا الكرام واعطي تفاصيل مهمه عن معاناه ربما 25 27 سنه كانت قاسيه وكانت صعبه. سامر عندما كان يقول لك تدخل المطبخ ما كانش عندك اي مشكله؟ لا مش عادي. عادي أيوة لأنه الله سبحانه وتعالى ما خلاه يحس بالذكورة إلا في هذا السن يعني. ما هي المشكلات اللي بدأت عندك من قبل كم يعني؟ هل كنت تحس بشيء يعني؟ من قبل 10 سنين. من قبل 10 سنين كنت عندما تشوف مرأة تتأثر نفسيا. أيوة. وكنت خجلان من أنك تواجههم في البيت تقول لهم أيوة. كنت خجلان، كنت ساكت على مضض. طيب ما هو الرابط بينك أنت والشخص الثاني هذا يا أخي في وقت واحد في مسار واحد؟ هذا اسمها عامر. ابن عمتي. ابن عمتك سبحان الله، يعني بينكم صلة قرابة. ايوه. كنتوا تجلسوا مع بعض؟ ايوه. كان احساسكم واحد؟ تمام. كان احساسكم واحد؟ كان تشكيل ولا اشكيلك ولا شيء؟ لا نشكيل بعضنا البعض عادي. مش شكوى يعني جلسة مع بعض اقصد ما نجلس الا جمعوا يعني كان احساسكم واحد. ايوه. طيب هذا جواز السفر مشاهدينا الكرام، انا والله ما فتحته ولا داري ما هو، لكن السؤال المهم اللي بيطرح نفسه، هل سافر سامر بجواز سفر لمرأة او لرجل؟ لمرأة. لان انا طلبت هنا. ليش طلبت يا اخي؟ يعني انا ما كان قد اناش متاكد هنا. لان في اليمن قالوا في مستشفى قبل 10 سنين في أيوة. الفحص الاول. ايوه. قالوا الاستاذ صالح كزم. ايوه. ان في رحم
لما كان اشك ما كان انا شناوي قلت بس مره قلت في حق الجوازات قالوا ما بلا يفعلوني رجال. قالوا هم رجال الشنب وصورتي ايوه الفندم حق الجوازات ايوه. وهي اول مره تقطع بطاقه يعني؟ اول مره ما دخلت صنعاء خالص؟ لا صنعاء واصلا انا اقصد أيوة ما قطعش لانه ما تحتاج الجواز، ولا البطاقه. البطاقه عاد انا تقطع ما كنت قطعت. ايوه، فقال لك الفندم في الجوازات انه ما تطلع الا رجل لانه شاف الشنب وشاف كذا وشاف كذا. وانت كان عندك احساس عندما قال لك ان في رحم قتلك، قتل اي احساس داخلك؟ اي والله ما قال رحم، وانا كان اشك، كان ادعي الله، ادعي ونصلي والله الحمد لله. لو ما صرت لعند الدكتور فايزه حق ايوه في مستشفى العلوم. ايوه قالت هذا اسمه الرحم هذا كذا ما هو كيس يعني. ايوه قالت ندقه والاستاذ الدكتور محمد ابو الوفاء. ايوه قالوا هذا وهمي يعني. ايوه وهم كذا وهمي. ولا قضى لي 10 سنين مخبي له، قضى لي على الفحص. مخبي الفحص؟ ايوه مخبي. قالوا ندقه هذا ولا هو شيء. قالوا ندقه. انا فعل الفحص، فعلت فحص وراثي عاد ذا عندهم في مستشفى سبلس. ما قد طلع، كانت اتصلت لعند الدكتور محمد. ايوه اسمه الدكتور. هو قد طلع الفحص كان يقول بعد اسبوعين بعد صرنا مصر محتاجناش في مصر، احتاج الفحص هذا الوراثي ما استخدمناش خالص، ما استخدمناش الا على الضويت، جرينا وضوينا. ايوه. طيب امان يا سامر، اكثر واحد كان يفهمك في البيت منو يا اخي؟ كان يحسبك؟ يعني هل كان النساء بيحسن بك اكثر او كان اخوانك بيحسوا بك اكثر؟ كلهم شيء واحد. عبد الله ووليد عليهم محمد والكل. طيب يا اخي ما ادري عبد الله وعلي حين جيت حكيتها له مدري. ايوه كان انا في حيره هكذا. ايوه عبد الله ووليد ومحمد هؤلاء واحد منهم قال لك قوم صلي عشاء، انت قلت يا اخي ما اجي اصلي عشاء، ما قلت له. لا كان يسفر واحيانا عاكس. ايوه قالوا لي انك قلت له يا اخي انا رجال ما اجي اصلي عشاء، انا رجال يا اخي. كان شستت حاجه. ما صشت حاجه. للمكان زرجان منه. قاعد معك هذا الشيء. لما بغيت تشتغل واساس. ايوه 4 سنين قضى لها من السفر. ايوه مع القاهره صلحوا لها انتم. على كل حال مشاهدينا الكرام، الاسره مجتمعه في هذا المكان، ربما اخوه واخوات، هم ما شاء الله عليهم 8 اخوه. 8 اخوه انتم محمد، 9 اخوه و4 اخوات. وهذا هو الابن اخر واحد. انت السلام عليكم. وينه؟ السلام عليكم. وكانت حق جعله ماشي امان الصدق؟ ما كان يلطمكش ولا شيء؟ ما كان بش ملاطم ولا شيء. طيب جواز السفر مشاهدينا الكرام، انا تحدثت عن جواز السفر. بالفعل التفاصيل كانت تخفي بداخلها بأنه رجل، لكن عاش عيشة نساء أكثر من 27 سنة، وبالتالي اختلط عليها الحابل بالنابل، ما عادش داري ما هو نفسيا، هل هو يحمل رحم مرأة أم يعني خصوصيات ذكر. قدر الله ما شاء فعل. الأم مسكينة كانت تلاحق يلا واحد بعد واحد 15 عام، ما شاء الله عليش. ووصل الحال إلى هذا الحال. هذا جواز السفر اللي سافر به الأخ. كانت اسمها سميرة والآن اسمها من؟ كانت سميرة احنا الأول. أيوة سميرة والآن تغير إلى سامر، وإن شاء الله كل البيانات والتفاصيل ويقع بطاقة اسمها سامر. وعهد علي مشاهدينا الكرام عندما يتزوج الأخ سامر بأني سأحضر، ويكون عرس كبير إن شاء الله، وعما قريب يعني دحين يشفى إن شاء الله. هي مسألة وقت بالنسبة للعملية. وأنا كنت أتمنى أن الإخوان يدوا لي فرصة أن أنا أتكلم، لكن الإخوة موجودين خارج البيت بالآلاف، خجوا كلهم القرية، وأنا خاجل من سامر أنه أشد أتحاور معه. أنتقل معك يا سامر الآن إلى مكان آخر، إلى الغرفة اللي عشت فيها، نصور بعض التفاصيل، بعض الكذا، كان عندك ميول مرأة ولا ميول ذكر بالنسبة للخصوصيات، الإكسسوارات، الكذا، المكياج؟ كنت المكياج يا سامر؟ الشخصية الكبير، احنا ادخل عند النساء وكل حاجة، ما كان ما كان ارتاح. اي ما كنت ارتاح شباب. ايوه لكن لو ما قبل امس يوم ما جينا وهكذا مفتنت الله بين الرجال. مفتنت الله بين الرجال الصراحة. هذا حسيت بامان يعني. ايوه حسيت انه مكانك الطبيعي بين الرجال. ايوه بيجوا يخزنوا عندكم ناس خيرات. الحمد لله المحل كامل من خارجين. انا عند الله عندك. هم بيني وبينك يشتوي بسلوك سميرة كيف كانت وكيف صار عن سامر. ما أنا أقول لك أنا دحين بعضهم بيوصل له عندك ما يلزمش يسلم عليك أنا وأنا ما. أيوة زر ولا يا كذا. الله يرضى عليك.
وانت صدقني انك انسان محترم يا سامر. انا كنت اعتقد انك هتخجل او تقول لا ما يمكنش تظهر امام الناس. يا اخي من حقك تظهر للناس. كيف ما خرجنا نفعل هذا وكل حاجه الا نظهر بين كلام صح رجال صح، رجال وتظهر رجال. تظهر للناس وتقول لهم انا رجل. دحين قلدك الله يا سامر، عادك محتفظ بالبلطو محتفظ ضويناها من مصر. قلدك الله. سرنا بلبس نسوان من هنا. ايوه. وصلنا القاهره، جلسنا 3 ايام تشجعوا كلهم اخوتي ايوه ما قالوا رجال دفيف وعبد الصبر وكلهم ما قالوا رجال ما فيش كلام كلهم. وبزينا في مصر طالب. ايوه الطالب شجعونا وجلسنا يومين وصاروا حلقوا لنا نتكلم على اهل مصر وهكذا نخرج عادي اهل لما. طيب يا سامر يا اخي كان شعرك طويل ولا قصير ولا؟ طويل. انا عند الله عندك والله نوصل. كان طويل لهنا يعني مش على طول لهنا يعني طويل يعني اصغر يعني يا اخي. واسمه ولا حد كان يضايقك شعرك من اول؟ عادي. ايوه لانه الجانب الطبي احيانا ما يدرش به الا المختص به. يعني انت انسان عشت هذا الحياه، والدتك تعاملت معك على انك انت اينما صرت اينما كان صرت هذا رجال هذا رجال هذا اينما خرجت حين يخرج واحد أيوة. يا رجال مدري باسمه واحد. ايوه حتى الجهال يقولوا يا رجال هذا رجال هذا ذا. ايوه لانه بوادر الذكور عندك كانت قويه. ايوه الان ما بتفكر يا سامر؟ ما هو دحين ما تعمل يعني ما هو مستقبلك الان؟ الحمد لله مستقبلي انا اتزوج تتزوج مستقبلي ايوه. الدراسه دحين في مستوى دراسي انت؟ يعني انا درست اول ما بالسادس. ايوه. ورجعت العام السادس نجحت الاول اعدادي. يعني كان تلاقي صعوبه في التدريس في الدراسه ما؟ ايوه هو صعب الدراسه صعب. لا مش عن صعب يعني مش عن تفهم يعني كان بتحس انه كان هذا المشكله بتأرقك طول حياتك. كان في حاجه ناقص لك. لان انا كان اصير اقرا وانا هكذا بعدها كان ايوه كنت تخجل ايوه كلهم كانوا يحرجونا قوي. لكن قد تشجعني الصدق الحمد لله. طيب لو تكرمت يا اخي بالنسبه لعلاقتك مع هذا عامر هذا كان علاقتك في المدرسه مع بعض كنتوا تدرسوا مع بعض؟ معه درست ثاني اعدادي نجح ثالث اعدادي. لا ثالث اعدادي وكنتوا تتلاقوا في المدرسه؟ وكان يجي له احنا كنا خزام ما كانش كنا نلتقي في البيت. وكان يجي له هنا واصل هو؟ اين؟ كان يجي لبيتكم هنا يزورك هو انا ابن عمتي كان يجي واصل هنا وفي بيتهم وكان اكثر الايام قاعد جالس في بيتهم. جلس عندهم. وكان تخرج من هنا بالبلطو عادي ما فيه. وملثم ولا بدون تلثم؟ ملثم. انا عند الله عندك والله يا جنان. المهم قعدت مشكله كبيره يعني. ولو كنت نازل لثم وتختم فاتش عادي. اسبرش عندهم ما في القريه ممنوع. ايوه. والطايرين ما قالوا لك بالله عليك وانت انه عدو هو بالبلطو ولا وانت قدك هكذا؟ واحنا لابسين لابطوه؟ ايوه لان احنا انا اخي. ايوه ايوه صرنا يعني عادي. دولنا الاكل فوق الطياره. ايوه كان نصور فوق الطياره. هم قالوا لنا غلقوا فوق الطياره واحنا كنا نصور ايوه تصوروا ايوه. وبعدها افتشنا ونقد نظيفات. ما قال هذا رجل. ترينا لان كان انا مربي شنبي من البيت. قالوا لي ربي شنبك. بعد بقى عادي ونضحك ونجابر هكذا وهلا كانوا يشكوا هناك. احنا واثقين في انفسنا كنا عادي. ايوه المضيفه تخبر الطياره اللي عند الكابتن هذا. ايوه تقول لنا هذا دخل بصوره شكل مراه. سجل جوازه ماشي. وصل عندنا قال اين جوازات حكامكم؟ قلت لا جوازته. ايوه ما خفناش الصدق ولا من اول كنا نخاف احنا ندخل صناعه كنا ايوه ولا حاجه. أيوة. لحقوا بعدنا عند مستشفى سبلس لحقوا نص الحاره هذه خزوتنا. ايوه قصتهم ان انتم لابسين لبس من لكن عادي والله نحن خذينا عادي كأن انت ما تحاكينا ولا تساميني. طيب ما قلت لكن دروبني ما قلت للكابتن عادي على خرجه جابوهم ما بالله واحد يعني جرهم قال انا اعطين بعد نزلوا لما نزلوا كلهم من فوق الطياره وربا قال ليش هذا؟ قلت تعال قل لم اجنب ما قال نعمل لك فحص ايضا خلوا واحد تشوفك. نعم ايوه يعني ربانيه تقريبا واحد من هناك. طيب يا اخي بالسؤال بيحيرني انا وبيحير الاطباء ايضا. يا اخي كيف مراه وما بش معك ثدي يعني ما كيف؟ هذا اللي ما كنت تركبش في العقل. كيف؟ يعني مراه وما بش معك صدر يعني ليش؟ انت كنت تحس بهذا الشيء؟ انا كان احس بنفسي. ايوه كنت تسال نفسك تقول انه كيف يعني؟ كنت تقول انه كيف مراه وما بش معك ثدي يعني؟ ما بش ثدي معك نهائيا خالص. ثدي رجل عضلات قليله صغيره ما بش اي شيء يعني ما بش. طيب ما اقول لك في مصر يشيلوهن ولا يجبزوهن ولا ينقصوهن ولا ما يحتاج عمليه للصدر ما فيش؟
ما بش اي شيء، ما بش اي جرام، ما بش اي اشكاليه. طيب اذا مشاهدينا الكرام نطلعكم على كثير من التفاصيل فقط مع برنامجنا الذي نسلط فيه الكثير من القضايا التي تهم الناس. ومبروك عليك يا امي، دحين جاء رجال جنب الرجال يخدموش ويفعلوا يتوروسهم عليش. ايوه كانوا يتوروسهم علي، ما عاد في نفسك داهنه ولا عاد في نفسي اي حاجه، يجبرني الباري بهم. الله يحفظك يا امي ويبارك لك ويجبر خاطرك. ناصر انت واحد من اللي عانيت ومن الذي شفت ومن الذي عندما قالوا لك جي خزن عند سامر خجلت ولا ماشي؟ خجلت امانه صدق. كيف القصه يا اخي؟ كان تجي له بيتنا ايوه بيتنا ايوه ويسمع واحد وهو داخل يقول هذا رجال من وين رجال؟ من وين رجال دخل؟ ايوه وهي مره وهي ايوه. انت راح جيران هنا جنبهم؟ وذا بيتنا كان جي السنه تجلس عندهم؟ انا عند بيت ناصر. قاربكم يعني؟ سابنا ويمي بنات العم. كان معنا نسوان بشكل دائم. من ثم خلص قريه انا واحد كان يجي معي احنا نصير بيت الضفيف احنا نصير واحد طاب احنا نصير انا عند الله عندك. مره؟ ما خليته بالقريه. مره يعني مره مجاز النسبه. عمات وأخوات وإخوة وأم رسمت على ملامحهم جميعا الاستغراب والدهشة، فهذه هي التي قدحت الماء على رأسها وخبزت وطبخت وسهرت وعاشت بين النساء أكثر من النساء، وحضرت أعراسا وأتراحا وباعت حتى ملابس النساء لسنوات. أصبحت رجلا. يا الله ما هذا القدر، وشكرا لله على كل حال. يا عم كانوا أشفق واحد منه. أنا لا عندي أشفق من جهال أخوتي كلهم. أمانة عليش. هم جهال أخوتي كلهم جي 10. أيوة. هذا أشفق لا عندي منهم. كانوا محترم وشفيق وكريم وأكرم واحد. لا عند الأسر كانت خال قد أختنا الكبيرة مدري كيف. بالله عليش يعني أكبر من الكبار يعني. أكبر من الكبار كان كبير وكان تشفق علينا وتدبرنا كأن إحنا مشايخ. ودحين هو بنخوش مه؟ هو بنخي أنا. وبنخوش أنت. بيزو احترام اللي احترمنا شيء كثير بنخونا. والله إنه أشفق منه ما ولا كلهم لا عندني. إنه فرحتن عندما رجع رجال. فرحنا وكأن عاد إحنا ولدنا ولد من جديد. ما كنتش تحس يا عم إن فيه؟ أنا كان أحس أنا جانبي في الحب. أيوة. كان يجي عندي كأن أرض حرام. يعني كان زيارة أعظم من زيارة الرجال كلهم. أعظم من زيارة الرجال كلهم. كان المهم يجي عندي كأننا في مستوى ثاني مدري كيف كاين. الله المستعان. هذا الكر زوجت واحد من بناتي وما بحد أمان إن أنا بكيت. كأن البيت ضايع مدري كيف حانج وحنون. أيوة زوجتها وهو في القاهرة. وتفرق كأنه شيخ. وهذا كأن احنا ضايعين. يا عم ما في نفسك. نفسي عافيته. كنت تتوقع يا عم انه يرجع ولد؟ ولد من اول. امانه؟ كان عندك احساس؟ كان في تعامل معاه كان وكذا وكان يحل ويعقد الله يحفظه ويدي له بنت حلا. دحم ما هو ليش يا عمه هو؟ ابن حماها ابن اخي هذه مرات خي الصغير وهذه مرات بنت الكبير. طيب وين يختم من هؤلاء؟ دحين انت خواتمه. طيب كيف كان يعاملك امانه حس قول لي ما هو اللي كان يعاملك؟ قول لي كيف كان يعاملك كيف كان معاك؟ وكان يرقد معاك من جيزك ما بش كلام ما بش كذا ما بش. كان يجي يزورني مزوج الله صنعاء. ايوه. عاد اكثر شيء كان يجي يزورني هو يجي لعندي يعني كان احنج واحد يعني هو. كان يزور ويجي لعندي هو. كان يحس بك اكثر من اي حد ثاني يعني. وعندما علمته بالخبر ما كانش وقع الخبر قوي عليك؟ يعني كان مفاجأة وبعدها لين كان معاملة لنا مش يسعى الأخت لين كان يعاملنا وكان يعني هكذا كان يخلي نفسي يعني رجال. أيوة. أنا كان عاملة معاملة الرجال يعني كان أحترمه واسمع شوره ما كان يقول يعني نصائح كان أفعلها كلها. عندما علمت إنه رجال استغربتي ولا ما استغربتيش؟ استغربت. ما استغربتيش؟ يلا دحين لو سمحت نحن نمر على البيت نشوف البيت بالكامل ونعرف تفاصيل كثيرة عن حياة سميرة قبل ما يكون. ما نختار لها الاسم سامر من هو؟ من نفسه. حالي اسم جميل. ما زلت فعلت انا سمير الشيء مثل المطر سالتها الجبل مثل المحترف يحضر. كيف؟ هي مثل المطر قالت امها ما زلت فعلت لنا سمير الشيء ولا صارت مثل المحترف يحضر من الجبل. الله وكان يفعل كل شيء كل حاجه ويشيل الدوله بين نسوان اخواته ويفعل كل حاجه. المهم قتلتوها اللي قلت لكم واحد عرضك كان شمته به. الحين فرحنا فرحه وان شاء الله في عرس
لو سلك علينا اللي ما أنا نشتي كنت على ناظرات قد وداري إنه بنفسي قلنا لنا قد بتي انا زاد قد انا اخوكم الكبير انا لا عندي جاي يزورني جاه ما يصير عاد امي ماتت وجاي يزورني لا هناك قال انا اخوش القبر ولا لا هنا جاي يزورش هكذا قبل ما يتحول منه قال انا اخوش القبر وجاي لي زلط ويكرمني وجاي يزورني لا هناك قلت للمية قال انا عاد اقول بدل بينا عاد اجيب بدل بيني جاء عندي لا هناك بعد ما توفى والدي يعني واشفق حن كانت يعني اشفق اخ وما يحن علي ويكرمني لاننا جنيبه وما يذكرني ويديلي ويكرمني الا هو هؤلاء كلهم جهال اخي ما يبشرش بي مثله ثاني نعم ابدا ثاني لكن الله يديله ويكرمك كرامه من الله امين وانت ادعي لي يا عمه هذا لحظه يا سامر يا اخي لحظه عشان اسالك بعض التفاصيل. هذه غرفتك الخاصه ما بش هي غرفه متواضعه، كان لك لحالك ولا مع اخواتك؟ كنت لحالك ما كنت تنام الا لحالك؟ وحدي هكذا يعني وحدي واخواتك كانوا ينامون لحالهم يعني واحد هو في غرفه وغلق في غرفه هذه غرفتك الخاصه. هذا ما هو يا اخي؟ هذا مكياج اختي. مش شو مكياجك هذا؟ انا اقصد دحين هذا خلاص. هذا سعد احنا جينا من السحر وهنا نروح هذه مفتوح مكاني جاي مفتوح. طاير هنا الان اذا هذا حكا تبعك طاير هنا خلاص. ما بش ما كان شفت مكياج عندنا عايبه مكياج العزبه. لا بعد ما تزوج. والله انك صادق. في صنعاء في ايوه في المدينه ايوه صدقه. هؤلاء البقايا بقايا ما بش فيهن شيء سواح وكذا. المهم انه انا وصلتني معلومات بانه كان سامر حتى عندما كانت سميره كانت حريصه على القران الكريم. كانت حريصه على القران الكريم يعني تقرا القران بشكل دائم وبشكل متواصل وهذا هو المصحف الشريف. كان حريص على ان الله سبحانه وتعالى يغير من حال الى حال لانه عنده ادراك وعنده احساس بانه ما هوش المراه التي خلق يعني ما هوش المراه التي جاءت على شكلها وعلى تفاصيلها. وين البلطو وين البا وين اللي ضوينا من مصر وده عنتين خلاص اوكي تمام. هذا مشاهدينا الكرام تفضل يا سامر جلسنا وانت على ما دردش في شويه تفاصيل. ربما تفاصيل مشاهدينا الكرام ربما تفاصيل مهمه جدا. الغرفه حتى الغرفه كانت منزويه تماما عن بقيه اخواتي يعني سامر او سميره كانت تعيش بمعزل عن كل المنزل. كانت تعيش في هذه الغرفه. وجدنا في الدولاب انه ما بش كثير من اهتمامات المراه. البنت دائما تهتم بتفاصيل تهتم برسومات تهتم باكسسوارات ما بش معه ولا شيء يا سامر ما هذا كلنا ما بش ولا حاجه. وشويه كتب ودفاتر ولا باقي حق الدراسه باقي حق الدراسه. طيب هذه صور مشاهدينا الكرام للاخت سميره عندما كانت سميره في دار الحجر. صور مختلفه وهو لابس البالطو ولابس البرقع ولابس كل شيء كل التفاصيل المهمه التي كانت توحي انه اخت. زرتوا دار الحجر. هذه معك صور وحيده ولا طلعت معك صور؟ معك صور وانت صغير؟ طبعت الصوره هذه صورتك الصغيره في صف اول ما دعت بقيت ثانيه نازل والملف حق الدراسه ايوه تمام ايوه نشينا. انا مزعج. كيف كنت شقي منه؟ كان اكتل انا والاساتذه شقي كنت ايوه اول بنات كان نكتل واصل ايوه كان يشكوا منك ما كان يشكوا مني كان يقولوا وما كان جيت البيت. انا ما كان الحين كان اشتري جس بين الجهال كلام صح تشتري تلعب خارج. ايوه وما كنت هذه كنت تقول ما بلا انت بنتي انت جنبي في البيت انت كذا انت كذا انت لا بينها نكته. ايوه هذه صور مشاهدينا الكرام. هذه صور طبعا صور مختلفه للاخت سميره في دار الحجر وربما انا اخذ تفاصيلها اكثر باكثر مع مجريات هذا الحوار. هذا جانب من الصور. وكنت تستحي عندما يقول لك تصور يا سامر لا كان طبيعي عادي صاحبه الناس كان عادي كانت تصور صاحبه انا كان نصور ماشي ما بيش مكرر لكن معي صور هذا ادي الملف حقيقتك في الصوره الملف الابيض الملف الابيض. صورت يا عبد الرحمن الصوره هذا شليته خلاص صور الان الملف مشاهدينا الكرام هذه صورة للعائلة. ربما الوالد رحمه الله توفي. هؤلاء مجموعة من الإخوة 1 2 3 4 5 إخوة وثنتين بنات في هذاك الحين يعني بعدهم جاء 4 يمكن 5 أو 6. أين أنت يا سمير؟ سميرة هنا سميرة هنا هذه سميرة هنا نحت الزنة حقك كانت ثانية زنة مغاوير مش زنة نزوان. ايوه التفاصيل كلها ايوه.
كلمني عن حياة الطفولة يا سامر. كان يعجبك أنت مع البنات ولا يعجبك تلعب خارج مع الجهال؟ كان يعجبني ألعب مع الجهال. مع الجهال. وكان في صعوبة يعني في البيت إنهم يفهموك إنهم لا ما كنت تضرب الجهال تضرب البنات الصغار؟ كانت كلنا والبنات في المدرسة. أيوة كنت عصبي. ويجوا يشتكوا. أيوة كانوا في المشاكل أين ننتهي. أيوة دحين الحمد لله الآن. والعشي جنبر في الشارع مشاهدينا الكرام كان طفل شقي جدا لأنه فيها بالفعل بوادر ذكوره من تلك الفترة، لكن المجتمع ريفي والمجتمع أيضا يعني ظروف شوي صعبة، فتأخر الحال على ما هو عليه إلى هذه اللحظة حتى الآن. لما اخوتي بذلهم جفتوا وتوصلت وكل شيء. أيوة وقسوا قلبك وقالوا لك اخرج. كنت صرت تصلي فجر في الجامع في القاهرة. الصدق يوم ما بالله صليت الجمعة لأن عدنا أول ما. أيوة كان أصلي الظهر العصر ما قلت لكن وعدنا جهل العملية. جهل العملية. بعد العملية خرجت على طول. ما بعد العملية الصدق لأن احنا جلسنا في الغرفة. الذي أخرجك من الظلمات إلى النور. إلى النور هكذا قلت. الحمد لله. وسجدت لله محبة وتقديرا وامتنانا. الآن عن سلط الضوء على هذه الحياة الخاصة بالنسبة لك هنا في هذا المكان. أسألك بالله هذا الشنطة حق من يا أخي؟ هذا كان حقي الصدق. الشنطة حقك. حتى الشنطة مالك كانت جلفة يعني شنطة كلها ملامحها ملامح كوماندوز ما هيش ملامح. هذا كنت تختار أنت يا أخي. كنت تختار أنت الله كنت تشتري. أنا فرغت اللي كلهن البنات. أنا وعمار. إنه كان معك لدى خيرات. أنا شيء تقولون خواتي وعمر والكل. أسألك بالله كنت تدخل سوق الملح تختار الزنة هذه الشيء ولا ماشي؟ كان يختارون. يعني أنا كان بتاع اشتري. أسألك بالله. سنة في عدة الحين سنة. باعوا شراء في ملابس النساء. أيوة ملابس النساء. تشتري ملابس النساء وكان يشتري منك لسان القرية. الحمد لله. وكنت تبيع ملابس كل الملابس يعني. كل شيء. أنا عند الله عندك. أمانة صدق يا. أيوة هذه التفاصيل هذا التريك هذا الفاين يعني في رق لكن رقة رجل يعني ما هي رقة مرأة. فأنا عدت لك الكاميرا والأخ عبد الرحمن يسلط الضوء. أي حاجة لبس رجالي كانت تعجبني. أيوة كانت تعجبك. أي حاجة. كان ترمي يا سامر كان ترمي بالبندق. الحمد لله. جربت. علمني أبي. وأنت قبل ما تتحول الآن يعني كان ترمي من أول. كان ترمي من أول. علمني أبي الله. كنت صرت حارس القات ولا ما كان يخلقش؟ ما كان يخلقش. كان أخرج لا سكيت معهم. أحمد الله. أمرخ كرم مرخت مدني مرة مرخت كان أشغب مع بيجي. أحمد الله أنك سلمت من الشقاء ومن الدحس. الحمد لله. لكن أستسلم الذوال كل أيوة لكن في المقابل بالمطبخ ما كان يرحمكش. المطبخ لا كان سبر واصل وأنا بين سبر واصل. كان في عزومة ولا شيء. كان يتحمل. كان يصير في المحل أنا يدعوني أجي أطبخ معاهم في الأعراس. العرس ما كان يدعون الباطل بس جاكيت. ولي لك وذاك رجالي اللي لك حقي. أيوة عسكري صعقة. كان وذاك يلقوني في صنعاء ويقولوا رجال مدري اسمه يلقوك قلت يلقوني لأنه كان أغطي بالخمار. أنا رجال ما بشيء والله قد ظلمك المجتمع وظلمك الناس. طيب تفاصيل الحياة مهمة مشاهدينا الكرام في المكان هذا بعدين ننتقل للمطبخ يذكرنا بالمخبز والتفاصيل كلها. هذا هو المنزل مشاهدينا الكرام. هذه التفاصيل التي عاشت فيها سميرة. أيوة كيف حلوا ذا البيت جنب البيت. أيوة وبعدها دريت أنا من أبوه
كيف؟ ما قال ليش ابوه امن قبل ما يموت؟ لا حنساق الوليد مصر. ايوه. وبعدها جابرني قال أيوة. ما ساقش، رجع كان يبكي. بعدها الرجال مرض في نفسه ومات. لا ما مرض في بدي. انه كان ابوه حاسس انه رجال. ايوه. ما كان يقول. قال لي يعني انه كشف علي في مستشفى ليده. ايوه. خلاص وبس وقعد يذكر داري بنفسه انه رجال ابوه الداري انه رجال. ايوه. ابوه سالم بجنبي. بالله. ايوه. الواحد من امانه. ابوه سب بجنبي. حنقسم. ايوه. ايوه. قسم رجال. وتالك الجنبيه الاشكله. وين الجنبيه؟ هذه موجوده؟ ايوه موجوده. انا جيت انا وهم في القسم. هي اسكا حجريه يا عمان. انما عبس. مشاهدينا الكرام اطلع لكم على كثير من التفاصيل. نصور جانب من البيت، حياه الاسره، حياه الاخت سميره قبل وحياه الاخ سامر الان. الحمد لله المره الثانيه حنجي في العرس، ما عاد مش هنجيش الا في العرس. تفاصيل المنزل لهذه الأسرة يوحي أن سميرة حولت كل شيء باسمها، الأغنام والمصعد والمطبخ وكل التفاصيل، من شدة ما كانت تعمل ليل نهار، ولعل العمل هو من كان ينسيها الجميع حتى ذكورتها المخفية منذ ربع قرن تقريبا. الشيء الذي لا يمكن إنكاره مشاهدينا الكرام أن سميرة عاشت فترة من الزمن في هذا المكان، عاشت ربما أقسى مرارة الذكرى أنه يتذكر المصعد والتنور. مية يا سامر حرام انه اصعب حاجه قسما بالله. بعدها ضحت دائما مكتوب باسمك يا اخي. دائما سميره، هذا من كثر ما كانوا يشغلوه. طيب ايوه دائما والدك كان قديمه. الحين حنعرف تفاصيل مشاهدينا الكرام ونذكر ببعض التفاصيل كانت في المطبخ في المنزل. ولو سمحتوا خلوني بس انا وسامر يشرح لي بس ما كان يفعل في هذا الموضوع. ما هذا يا سامر؟ ما هذا سامر امان يا اخي؟ هذا المصعد ما التنور هذا ما ايوه يذكرك الزغط هذا بشيء. ها؟ ما كان تقدرش تسنب انا داخل. ايوه وكنت تقوم بعد الفجر تخوز. بعد الفجر يوميا. هذا هو المطبخ مشاهدينا الكرام الذي قضت سميرة فيه 27 سنة، وكان من أصعب لحظات العمر أنه تجلس في هذا المكان. ربما مكان ما هوش مكانها أصلا، لكن قدر الله ما شاء فعل. اليوم ما أدري نحن معزومين أو ما احناش معزومين. احنا معزومين اليوم. اليوم ما دخلش المطبخ ولا قبل أسبوع ولا قبل 10 أيام ولا قبل شهر. خلاص ما خلاص يا سامر. اسالك بالله كان تاخذ دوله انت ونسوان اخواتك ونسوان؟ لا الدوله ومن اول كان اسفر وحدي جماعه جنسان اخواتي. دحين مقسومين كان اسفر وحدي دحين مقسومين. ايوه مقسومين. صلح لحالك. باقيين نحن. هذا المطبخ حقكم؟ الحمد لله حقنا هذا المطبخ. لكن الى الجحيم ماذا الحين؟ الى الجحيم. الى الجحيم. عمرهم لا زد كلوا وعمرهم لا زد خبزوا. يخبزوا ولا لا زد عمرهم لا زد اكلوا. خلاص. مشاهدينا الكرام هذه تفاصيل مهمه ربما اطلعكم عليها في مطبخ هذه الاسره التي قضت فيها سميرة أكثر من 25 عام، وهي تقدم رسالة لهذه الأسرة. كانت أكثر حرصا على الأسرة، كانت أكثر التزاما من كل النساء الموجودات في المنزل. واليوم أنتم ونحن وكل الإخوة المشاهدين الكرام معزومون عند هذه الأسرة المتواضعة التي أصرت إلا أن حلفت بالله ألا نغادر إلا بعد أن يكون الغداء. الآن الساعة تقريبا 1:15 من الظهيرة وإحنا موجودين من 8 بنصور. صورنا كل التفاصيل، أطلعناكم على كل القضايا الملحة. وآخر لقطة بالنسبة لهذا المطبخ صور لنا يا عبد الرحمن البنات ولا الموجودات يا أخي. ودندنا لذان شيبي متعب شبابي والقلب يرثي شباب هذا الذي يا صحابي لما حسبنا حساب
مشاهدينا الكرام، أصرت هذه الأسرة وهذه القبيلة وهذه القرية إلا أن يكون الغداء بينهم، وشكرا لهم. اللهم لك الحمد ولك الشكر على النعمة التي نحن فيها، نعمة الأمن والأمان، إلا من التقطعات التي تحصل بين حين وآخر نتيجة جهل الإخوة في هذه القرية أو تلك، رجاء يحلوا موضوع السيارات وموضوع القطاعات اللي بينهم من أجل أن ينعموا بالأمان، ويكون يدخلوا قاتهم ويدخلوا محلهم ويدخلوا صنعاء يتقضوا ويشتروا لهم مصاريفهم آمنين، يدخلوا أمراضهم وكله. أيوة يا والد، وأنتم كلمة حق لابد ما تقولوها لهانك تندقوها للطرف. كلمة الحق، من غلطان غلطان. نعم. ما في نفسك يا ولد ولا في نفسي لا العفيف زي الكلام اللي قلتها. ناهي والعصا هذا خايف لا الله عليك وكذا. ماشي وغربي. الله يبارك لك يا ولد. أسألك بالله يا والد، كيف كان تعامل سمير قبل؟ هذه المعاملة يعني خرجت من حال لحال. أسألك بالله، عندما علمته في القاهرة قدور رجال ما فرح رميناه أمانة، خلينا الدنيا فرح. أسألك بالله. صحيح. الدنيا شعيب. شأن الدنيا شعيب كيف؟ اللهم لك الحمد لله. الحمد لله. اللهم لك الحمد لله. بارك الله فيك. سامر، ما هي الكلمة الأخيرة التي تريد أن تتحدث بها من خلال برنامجنا؟ أشتي أتحدث أن أهل المنطقة يفتحوا صفحة جديدة، يفتحوا صفحة جديدة وينسوا الماضي، وإحنا والكل ننسى الماضي. ما عبش سميرة، ما ما عبش مطبخ، ولا عاد خبز ولا عاد شيء. ما عاد تشتغل المطبخ. الله يحفظك. كرمتوا وسلمتوا، ما قصرتوا، باقي صورت يا الملكة. جاي اسمك يا رغدك بحالك؟ بسم الله. سميرة. سامر. ومن أول ما كان اسمه؟ سميرة. كنت تعرفي سميرة من أول؟ أمانة صدق ما كنت جابرك، ما كنت أقول لك. كيف أنت يا سميرة؟ دحين قدوم عبش رجال، دحين كنت بصير في الشارع وكنت تدخلي ولا كنت تلثمي؟ ما دحين تمام. قابل مع أشجاع بنت بني. أهلا وسهلا. اسمها؟ أشجاع. يا أشجار، كيف حالك أشجار؟ أخبارك؟ أين سميرة؟ كيف ذا؟ نجح نقابل. سامر. أنهينا مقامنا في هذه القرية وقد جمعنا خيوط التحول من سميرة إلى سامر، ولعلي أتوجه بالحديث هنا إلى كافة أهالي القرية الذين تجمعوا من كل طرف، فهم غير مصدقين أن هذه البنت التي عاشت سنوات بين النساء أصبحت ذكرا يجلس في واجهة المقايل، بل ويسلم على الناس بقوة وبهيبة. تحدثنا إليهم وتحدث إلينا مدرسه الذي لم يخفي عنا استغرابه ذات يوم. طيب أخي الكريم، أنت المدرس الذي درست الأخت سميرة أكثر من 5 سنوات أو 6 سنوات، يعني ما الذي كنت تلاحظه؟ والله إنه كنت ألاحظ بس في قضية مشيتها، خضيتها، يعني عندما قلت تسمع سورة يعني تقرأ مقطع من سورة الملك. أيوة. أول مرة شو أسمع الصوت حسيت إنه ما هو حسيت يعني حصل عندي ارتباك يعني أصلا. تقصد إنه راجل يعني؟ أيوة إنه راجل، لكن أما في قضية أخلاق وقضية يعني الدراسة ما شاء الله متخلق بأخلاق المسلمين، لكن أنا أصبح سامر والحمد لله وإحنا فرحنا به ورحبنا به. طاقم التدريس بشكل عام كامل يعني. أيوة. يعني بها وبعمر أيضا الآخر الذي ما صورش معهم. فاحنا نحمد الله انه متغيروا من حال الى حال، والان احنا مرتاحين. احنا جينا يعني نجابره وجينا يعني نهنيه، وكيف المدرس عندما يعني يهني الطالب حقه كان طيب. طالبه ورجع طالب ما شاء الله. طيب اخي، هل جلستوا معه في يوم من الايام؟ هل شكى لكم انه في حاله شيء او كذا؟ لا اصلا ما في شيء، لانه حاجز اصلا. انا في الفصل ويخرج من الفصل فقط زي البنات، لكن الان اصبح سامر بين الناس ما شاء الله، يعني رجل واخلاقه فيما قبل وفيما بعد. لكن اما القرين ما كان يحفظ ولا شيء. لا ما الشيء الحمد لله. الخط ما شاء الله والكل، لكن قد يكون يعني من الحاله النفسيه اللي كان عنده، يعني الحاله النفسيه اللي كان عنده انه رجل وهكذا كان يحصل له ارتباك وكذا، لكن الحمد لله الان لا شيء يواصل في التدريس، يواصل في الدراسه عادي. يلا نحمد الله على ذلك. بارك الله فيك. انا احب الاخ البطل المشهور في اليمن كامل محمد المحمدي الذي يلحق لكل قضيه لحيث ما هي. الله يعزك. وقلت بالزامل هذا مرحبا آله محمد ما نزل سيله وحنث رعوده يا بطل مشهور والربي الشد انك المشهور تبذل جهوده. مرحبا آله محمد ما نزل سيله وحنث رعوده. يشهد التاريخ والله يشهد انك المشهور تبذل جهوده. لكم مني خالص الامنيات. قدمت رساله مهمه مفادها ان هذه الاسرتان
كانت طيلة 27 سنة في وضع، والآن أصبح وضع آخر. أنا أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع مشاهدينا الكرام. مغادرين، وكم بودنا أن ينظر إلى هذا التحول لسميرة وغرسة في قرية الحمراء بهمدان إلى مادة بحثية نوجد أسباب هذه التغييرات لعلها تفيدنا في المستقبل وتكون أبحاثا أكاديمية للدارسين والمهتمين. إلى لقاء قادم ليس ببعيد.